السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل لكم الصوص الجميل ده بالمقدار اللي انتوا شايفينه السهل ده. عندنا كوباية سكر عادية وكوباية لبن، وهنا معلقة نشا صغيرة ورشة ملح ومكعب زبدة وربع كوباية مية. هنا عندنا وok على النار اهو يا جماعة، بس ما يكونش فيه اهو. هنا على نار هادية هنحط اولا السكر وبعد كده المية، ربع كوباية مية يا جماعة على كوباية سكر، ما نكترش في المية، وهنسيبه على نار هادية اهو لحد اللون. هوريكم اللون المطلوب، هيغير اللون بتاعه وهوريكي اللون اللي انا قصدي عليه. وهنا عندنا كوباية لبن زي انا ما قلت لكم. هنبدأ نحط كوباية اللبن، هنحط عليها معلقة النشا وندوبها زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. وهنا كوباية اللبن دافية اهو زي ما انتوا شايفين كده. قلبت النشا كلها، انا بحط هنا مقدار النشا كله علشان يظبط معايا، ولازم نقلبه كده الاول عشان ما يتكتلش معايا. وبعد كده نرجع تاني للسكر اللي على النار. هنا انا مستنية ياخد بس الدرجة اللي هي الذهبي الفاتحة يا جماعة، مش الغامقة، علشان لو غمق لو يعني الدرجة اللي هي الغامقة هيمرر منكم. انا مش عايزة كده، انا عايزة الدرجة اللي هي الغامقة الفاتحة. وهنا لما اجي اقلب بلاش معلقة يا جماعة، ما تقلبوش خالص بمعلقة، هو هيدوب لوحده السكر. انا لو حبيت اقلب امسك ايد الوك نفسها واهز الوك نفسه، فكده هو ده التقليب. لكن ما احطش ولا معلقه يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده وموضح قدامكم. ما احطش معلقه خالص علشان ما يسكرش مننا. وممكن اجيب شويه ميه في طبق بفرشه وابدا انزل الجوانب، وانا هعمل كده دلوقتي وهوريكم اهو. بنزل الجوانب اللي هي على حرف الوك علشان بعد كده ما يسكرش مني لما يقعد عندي فترة اهو. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، انا ببل فرشة مية عادية من الحنفية وببدأ ان انا انزل الجوانب، وشايفين اللون بدأ اهو يغير اللون. انا دلوقتي اهو هقلبه بقى زي ما قلت لكم كده، بس برضو مش بالمعلقة، انا هقلبه بالوك نفسه. ههز الايد كده، فكده بيساعد على ان انا هقلبه كده. انا عملت اهو يا جماعة اهو بقلب بهز الوك نفسه من غير تدخل معلقة ولا اي حاجة. بعمل الحروف عشان السكر كله ينزل ويكرمل معايا كله اهو، يبقى كله لون واحد اهو. شايفين الدرجة يا جماعة؟ لون ذهبي فاتح مش غامق جامد عشان ما يمررش مني. ما نطولش عن اللون ده يا جماعة، علشان لو فضلتوا اغمق من كده هيمرر ومش هتعرفوا تاكلوه ولا تستعملوه في اي حاجة. هي دي الدرجة المطلوبة اهو. بوريكم الدرجة. وهنبدأ دلوقتي ننزل برشة الملح، ودي رشة الملح دي عشان اهي رشة الملح علشان ودي مكعب الزبدة، ونقلب لحد مكعب الزبدة ما يدوب. ورشة الملح يا جماعة علشان تعادل الطعم وتبرز طعم السكر. وجربوها التكة دي ان شاء الله مش هتندموا. دلوقتي اهو مكعب الزبدة داب. هنبدأ نحط عليه اللبن اهو يا جماعة. بندوبه برضو عشان النشا يكون كده واحدة واحدة يا جماعة وعلى مهلكم، علشان لسعة الكراميل دي لسعتها قوية جدا، ولازم اللبن يكون دافي علشان ما يحجرش مننا. لو اللبن بارد هيحجر يا جماعة ويغلبنا، فخلي اللبن دافي شوية مش سخن يا جماعة، دافي علشان برضو ما يخليش النشا يكلكع مننا. هو خليه دافي بس، وعلشان بعد كده لما اهو شايفين السمك يا جماعة عامل ازاي اهو. شايفين كله بقى لون الكراميل اهو. اللي احنا الصوص الكراميل اللي انتوا بتجيبوه من بره احنا عملناه في البيت، ودلوقتي هنصبه
عندي اهو. شايفين بقى، شايفين انا عايزه اوريكم القوام بتاعه عامل ازاي وهو بيتصب. شايفين يا جماعه السمك بتاعه جميل ازاي اهو. تصبوا على اي حلويات، وانا هعمل لكم بيه ان شاء الله حلويات عن قريب، وهوريكم برضو ان هو قعد عندي وما جرالوش اي حاجه ولا سكر ولا اي حاجه، وطعمه جميل. وبألف هنا وشفا يا جماعه. عايزاكم تجربوه، وعايزه منكم دعوه حلوه وتفعيل الجرس والاشتراك في القناه. عايزه منكم لايك ودعوه حلوه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.